ازيكم يا منصور، اخباركم ايه؟ الفيديو بتاع النهارده فيديو مهم جدا وكنت المفروض انزله من زمان، ولكن كل تاخيره وفيها خيره. والنهارده ان شاء الله هشرح بوتين من اهم البوتات التابعه لاكس امباير. وطبعا بوت اكس امباير غني عن التعريف بعد ما اندرج من حوالي شهر وسعر عملته كان كويس الى حد ما، والناس عملت منه ارباح محترمه مش اقل من $50 للفرد. واكتر حد استفاد اللي كان مخزن عملاته، عشان سعر العمله عالي جدا الفتره دي، واللي كان عامل 50 دلوقتي كان يقدر يعمل لحد 200، لكن الحمد لله. والنهارده ان شاء الله هنشرح البوتين اللي تابعين لاكس امباير، وهو بوت بومز وبوت حرام. طبعا البوتين دول هم اصلا خلفاء لاكس امباير، وعملتهم اعتقد هتبقى اقوى من اكس امباير كمان، فعشان كده البوتين دول مهمين جدا ولازم نشتغل عليهم. والبوتين طبعا لهم كومبوهات وشفرات، وطبعا الكومبوهات والشفرات دي هتنزل على القناه بتاعتنا بتاعه التليجرام اللي انت هتلاقي الرابط بتاعها تحت في الديسكربشن، بينزل عليها كل الكومبوهات والشفرات لاي بوت عامه، مش البوتين دول بس. وطبعا جروب الشات مهم جدا عشان بيكون متواجد فيه شخصيا اذا كنت انا والادمن، وبنساعدك فيه باذن الله. وطبعا لايك والسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمنا في صناعه المحتوى وبيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هشرح اقوى بوتين تابعين لاكس امباير. خلينا نبدا باول بوت، هو بوت حرم. البوت عليه زي ما انت شايف كده 6 مليون مستخدم، لكن طبعا هو لسه ما اتوثقش، لكن بوت بومز اتوثق، والبوت ده ان شاء الله هيتوثق. والبوت ده سهل جدا فوق ما تتخيل. هنخش دلوقتي في شرح البوت على طول. اول ما بتفتح البوت بيكون معاك بالمنظر ده. اول حاجه هتقابلها هو الزرار المكتوب عليه جيت ابي ريدكشن، بتدوس عليه هتلاقي هنا مطلع لك مقوله تقدر تبعتها لاصدقائك او تحطها ستوري. ده احنا طبعا مالناش دعوه، هندوس علامه الاكس وكل 24 ساعه بتخش تدوس عليها. يعني بوت سهل جدا ومش محتاج اي شغل. وانا فوق معايا الوقت 2807 لو اخدت بالك، عملتي زادت، فانت بتجمع عملات منه. لو تدوس على كلمه جيت بريدكشن او خانه التاسك اللي تحت على اليمين دي، لما بتضغط عليها هتلاقي هنا عندك مهمات كتيره جدا. عندك حاجه اسمها ديل ريورد، لما تدوس عليها كليم وتدوس على كلمه كليم ريورد هيدينا 76 عمله. كل يوم ليك مره بتدوس على كلمه ديل ريورد دي، زي ما انت شايف بقى معايا 2876. تاني حاجه بتجمع منها عندك المهمات دي كلها. عندك مثلا اول واحده بتقول لك اربط محفظه التون بتاعتك، فانت بس بتدوس عليها وبتختار اي محفظه انت بتدفع بيها او بتحبها يعني عامه، او حتى محفظه التليجرام، وبتربط بها عادي جدا. بدوس على كلمه كونكت والت. وتالت حاجه ودي مهمه بقى اسمها كود اوف ذا داي. دي حكمه بتنزل كل يوم زي شفره كده، دي ان شاء الله هتتلاقيها في الجروب بتاعنا بتاع التليجرام، بتنزل يوميا عليه. فعلى سبيل المثال احط الكود بتاع النهارده زي ما انت شايف، ده الكود بتاع النهارده، ودي بتديك 150 عمله كل يوم. بدوس على كلمه تشيك انسر زي ما انت شايف كده، ادينا 150 عمله. دوس على كلمه تيك وزي ما انت شايف بقى معايا 3026. لو رحت التاسك اللي تحت على اليمين هتلاقيها اختفت لان انا خلاص اصلا عملتها، وهتلاقيها في خانه الكومبليت تاسك. وكل 24 ساعه بيبقى في حكمه. الحكمه اللي انت هتلاقيها في الجروب التليجرام بتاعنا اللي انت هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. وعندك طبعا هنا مهمات بيقول لك مثلا فولو الاكس، او افتح اكس امباير، او حط مثلا جنب اسمك علامه الخبز دي، او افتح ميمي فاي، او انضم للجروب بتاعهم، او ادعو 3 اصدقاء. فالبوت سهل جدا زي ما انت شايف كده. خانه الفريند دي بتقول لك ان كل صديق هتدعوه هتاخد عليه 369 نقطه لو هو عادي، و1107 لو هو تليجرام بريميوم. يا دوبك بس بتدوس على كلمه انفايت فريند وهتاخد 69 عمله يوميا في حاله ان صديقك فتح البوت وضغط على كلمه جيت بريدكشن اللي انت اول ما فتحت البوت ضغطت عليها. انا طبعا الكوميونتي بتاعهم الناس القويه في البوت. وانا طبعا خانه الايردروب لازم 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 تعمل كلمه كونكت والت وتربط محفظه التون بتاعتك في خانه الايردروب هنا. وبس كده، ده البوت باختصار. خلاصه البوت انك بتفتح بتدوس على كلمه جيت بريدكشن وبتخش على التاسك، بتاخد الهديه اليوميه. والتالت حاجه بتعملها في التاسك اللي انت بتحط الحكمه اليوميه اللي انا قلت لك بتنزل على القناه بتاعتنا بتاعت التليجرام. وبس كده، ده بالنسبه لبوت هرم. بوت سهل جدا وبوت تبع الاكس امباير، فقلت ادخله معانا. البوت اللي بعده هو بوت بوميز. زي ما انت شايف كده البوت موثق من التليجرام وعليه 12 مليون مستخدم، فالبوت ده اقوى من بوت هرم شويه. لكن طبعا بوت هرم كده كده اصلا هيتوثق، لكن ده خلاص اتوثق. يعني اول ما تفتح البوت بيكون معاك بالمنظر ده. خلينا نشرح كل حاجه واحده واحده. البوت قايم على النقر زي ما انت شايف كده، بتضغط على الشاشه، وانا مثلا عندي تحت على اليمين زي ما انت شايف بيديني زائد 12، بيديني 12 نقطه على النقر زي ما انت شايف كده. لو تاخد بالك طلع 17 مره واحده، هقول لك برضه تيجي ازاي. فخلينا بس واحده واحده. وعندك هنا الانرجي بتاعي 4000، يعني بعد ما اخلصه مش هقدر انقر تاني. فخلينا بقى نشرح واحده واحده كده البوت. خلينا نبدا من اليمين، خانه التاسك دي زي ما انت شايف كده. عندك هنا فيديوهات يوتيوب، مجرد ما بتضغط عليها وبتدوس على كلمه جو وبترجع تاني وبتدوس على كلمه تشيك وبتدوس على كلمه كليم، فضاف لي 10000 عمله فوق على الشمال زي ما انت شايف كده. وفي طبعا فيديوهات يوتيوب تحتاج منك اكواد، والاكواد دي برضه تتلاقيها في القناه بتاعتنا على التليجرام. ده في حاله ان يطلع لك فيديو محتاج كود زي بوت اكس امباير كده. دي بالنسبه لحته اليوتيوب. حته دي تاسك دي هنا بقول لك لو ضغطت صديق هتاخد 10000 عمله، ولو عملت لهم بوست على القناه بتاعتهم هتاخد 10000 عمله. والحاجات اللي بقى دي حاجات بسيطه جدا، اللي انت تنضم في قناه، تنضم في بوت زي اي بوت يعني. وانجم تاسك دي زي ما انت شايف كده، هنا بيقول لك لو رحت ليفل 2 هديك 5000 نقطه. زي ما انت شايف انا دلوقتي ليفل 1 فوق على الشمال هنا، انا دلوقتي ليفل 1 وهقول لك ازاي دلوقتي تزودها. فانا ان شاء الله هوضح لك ازاي باذن الله
ترقي الشخصيه بتاعتك. زي ما انت شايف كده فوق انا ليفل 1 في الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله اكون ليفل 2 عشان بس اعرفك ازاي بتترقى، وبعد الفيديو هبقى اكمل. وخانه الكليك تو ايرن كوين دي كل يوم برضو بتفتح وبتدوس على كلمه كليم بيديك 5000 نقطه، ده عشان ضغطت 5000 نقره. هنا بقول لك لو ضغطت 10000 نقره هتاخد 5000 نقطه، يعني بترجع هنا في الهوم هنا تقعد تضغط هنا 10000 نقره وبيديك 5000 نقطه. لكن طبعا احنا مش هنعتمد على الكلام انا قلت برضه اقوله عشان اكون قلت كل حاجه. دي بالنسبه لخانه التاسك. كل اللي هزودك عملات اكتر هي فيديوهات اليوتيوب اللي انت بتفتحها وبتدوس على كلمه كو وبعدين كليم وبتديك 10000 نقطه، وهتلاقي فيديوهات يوتيوب كتير جدا. وريسيف رورد فور لوجينج ان ديلي دي تضغط عليها كل يوم بيديك عدد معين من المكافآت، وهقول لك اليوم السابع دي بتعمل ايه، واليوم ال 14 دي بتعمل ايه، واليوم 21 واليوم 28 هقول لك كل الكلام ده بيعمل ايه. زي ما انت شايف هنا دي 10000 عمله بتدوس على كلمه نايس ترجع ان اكتف. دي الحاجات اللي انا خلصتها، يعني انا مثلا شفت 4 فيديوهات وعملت تسجيل يومي ولعب. فدي بالنسبه لخانه التاسك. خلينا نروح على خانه الفريند. خانه الفريند بتقول لك ان كل صديق هتدعوه تاخد عليه 5000 نقطه، والشخص اللي عامل تليجرام بريميوم هتاخد عليه 25000 نقطه. خانه السيت اللي في النص دي هنشرحها برضو كلها. زي ما انت شايف اول 2 مقفولين، فخلينا نشرح من تحت واحده واحده. خانه الميستري بوكس دي كل يوم لما تدوس على كلمه فري بيديك بوكس مجانا، والبوكس ده بيديك قطع وهقول لك تستخدمها في ايه. ودي طبعا بوكسات مدفوعه، طبعا مش بحبذ ان انت تشتريها، لكن برضه هقول لك كل حاجه بتعمل ايه. هم كلهم قايمين على حاجه واحده بس، ان فوق في خانه الاكسبيديشن دي اللي معمول عليها مركب لما تضغط عليها بيظهر لك انا حاجات بنجم انك تشتريها. الحاجات دي بس برضه بتزود تعدينك. فانت مثلا بتاخد مثلا الصندوق المجاني غالبا بيجيب لك اللي فوق على الشمال انا مثلا دلوقتي بعدي 320 نقطه في الساعه، لو واخد بالك في عملات اللي فوق على اليمين بعدي 320 نقطه في الساعه. لو دوست على كلمه امبلوي اللي فوق دي زي ما انت شايف كده لمده ساعه زود لي 25%، فبدل ما كنت بعدي 300 وشويه في الساعه بس بعدي 400. ده هيفرق معاك امتى؟ هيفرق معاك لما عملتك توصل بالملايين او مليارات في الساعه زي بوت اكس امباير كده. فالخانه دي مش مهم قوي، وانا بقول لك لو دفعت 100 نجمه هيزود لك بنسبه 100% لمده ساعه. وانا عندك مثلا لما تدفع 100 نجمه بيزود لك تعديلك بنسبه 100%، يعني انت مثلا بدل ما تعدي 400 تعدي 800 لمده 6 ساعات، ودي لمده 12 ساعه، دي لمده 24 ساعه تعدل لك 300% ب 500 نجمه. لو ضيعت 2 اصدقاء هيدي لك بنسبه 200% لمده 12 ساعه. طب ده هتستفاد بيه ازاي؟ لما خانه الميستري بوكس دي اللي بتديك القطع، والقطعه دي هي اللي بترقي لك الاكسبيديشن تمام. فالميستري بوكس والاكسبيديشن الاثنين دول هم اللي بيكملوا بعض. انا من البركه دي ملهاش لازمه عشان بتخليك تشتري حالات لنفسك جوه البوت، طبعا ملهاش اي 30 لازمه. خانه الستور دي برضه ملهاش اي 30 لازمه، بتخليك تدفع زي نجوم كده عشان تزود لك نسبه نقر بنسبه 1%. في الحاجات دي ملهاش اي 30 لازمه يعني. وعندك هنا بريميوم وعندك هنا ايبك والكلام ده كله غير ملوش اي 30 لازمه يعني. وانا لو انت عايز مثلا تشتري شخصيات، لكن طبعا انا مش بحب حاجه شبه كده. طب ايه المهم في خانه السي دي غير المستر بوكس والاكسبيديشن؟ خانه اللوتري. خانه اللوتري ده كومبو بينزل كل يوم، واحنا هننزله في القناه بتاعتنا بتاعت التليجرام زي الكومبو بتاعها مستر كده. زي ما انت شايف على الشاشه ده الكومبو بتاع النهارده، الازازه الخضراء اللي هي والراجل اللي قاعد مقرفص ده، والراجل اللي شكله هربان ده، وبتدوس على كلمه شيك كارديس هيديك هنا 2 مليون عمله. طيب دلوقتي الكومبو ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في القناه بتاعت التليجرام بتاعتنا اللي انت هتلاقي اللينكات بتاعتها تحت في الديسكربشن. فالقناه دي مهمه جدا جدا جدا، تاكد ان انت منضم فيها، بينزل عليها حاجات كتيره جدا غير البطون دول بس يعني. خلينا بقى نروح دلوقتي لاهم خانه وخانه الابجريد. اول 2 دول قايمين على الحظ فمالكش دعوه بيهم، يعني اول وتاني واحده دول لو خدت بالك وانا كنت بضغط هنا كده كان بيديني 12 عمله، وفجاه كان بيديني مثلا 17 عمله كده في النص، انت فاهم؟ كان بيبقى حتى لونها ذهبي زي ما انت شايف كده. فاول وتاني واحده هم اللي بيعملوا الكلام ده. خلينا بقى نبدا من تحت. كلمه انرجي ريجن انا دلوقتي زي ما انت شايف بعد ما بستهلك عملاتي فبترجع تتملى تاني، فهنا بترجع تملى لك بالخمسه. لو تاخد بالك الوقت مثلا 43 لا 48، يعني بتنط بالخمسه، انت فاهم؟ فدي اللي بتخلي لك سرعه التعدين تزيد. احنا كده كده اصلا مش هنعتمد على النقر، انا برضو قلت اقولها عشان برضو اكون قلت كل حاجه. كلمه تاب ولور دي انا مثلا في النقره باخد 12، هنا بقول النقره الجايه هتاخد 23. يعني لو انت شايف كده دلوقتي بنك النقره فادينا 12، لكن لو رقيتها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ادوس على كلمه بلاي زي ما انت شايف كده اديني 23. كلمه الماكسي انرجي انا دلوقتي الماكسي انرجي بتاعي كان 4000 زي ما انت شايف تحت على الشمال كده 4000، لكن دي لو رقيتها دلوقتي لو خدت بالك بقت 6200. فهمت؟ لكن احنا طبعا مش هنعتمد اساسا على الحته دي، احنا هنعتمد على الثلاثه دول. الثلاثه دول مخصصين اللي هي ربحك بالساعه، اللي انت تقفل البوت وتفتح وتجمع ربحك بالساعه وتقفل وهكذا بقى. يا دوبك كل اللي هتعمله في اليوم هتخش على خانه الكومبو تاخد ال 2 مليون بتوعك وترقي الكروت دي وخلاص على كده. في خانه السينك دي زي ما انت شايف كده انا مثلا دلوقتي باخد 400 في الساعه، ادوس مثلا على الكارت الاولاني وادوس على 1500 زي ما انت شايف كده مكان ال 400 بقت 525، والكارت الثاني كذلك. زي ما انت شايف ده كارت مقفول، بقول لك عشان تفتح الكارت المقفول لازم تفتح البرفيوم ليفل 2 زي ما انت شايف كده. هو اصلا تلقائي بيحولك وبيخليك تفتحه وترقيه كمان. ولو تاخد بالك الوقت الشخصيه اترقت، انا كنت ليفل 1 بقيت ليفل 2، فانت كده فهمت من غير ما اشرح لك ازاي الشخصيه بتترقى. الشخصيه اللي فوق على الشمال دي بتترقى لما بترقى الكروت اللي عندك، فانت هتلاقي عندك كروت كتيره جدا في السينك هنا وفي التو ليست وفي الايفن زي ما انت شايف كده، كروت كتيره جدا زي ما انت شايف كده. طبعا كل الكروت دي مقفوله، وعشان افتحها بقول لك مثلا لو انت عايز تفتح لازم يكون اصلا شخصيتك ليفل 3، فانا اصلا شخصيتي دلوقتي ليفل 2 فمش هقدر افتح الكروت دي. فانت لازم
ترقي الكروت دي كلها بالتدريج كده هون، والكروت زي ما انت شايف كده رخيصه. فانا ان شاء الله بعد الفيديو هرقيها كلها وافتح كل الكروت دي، وبالتالي لما تفتح كل الكروت دي ليفلك هيزيد وربحك في الساعه هيزيد وتكسب كتير. طب ايه الخلاصه في البوت ده والبوت اللي فات؟ زي ما قلت لك بوت حرام، بتفتح دوس على كلمه جيت بريدكشن بيديك شويه عملات وبتدخل مقاله يوميه وخلاص على كده. طب والبوت ده هتعمل فيه ايه؟ هتفتحه وتدخل الكومبو بتاعك وترقي كروتك وخلاص على كده، عشان البيع اساسا هيديك عملات قليله. ولو عايز تعمل حاجات بتاعت اليوتيوب لعلمك كل ما ليفلك بيزيد كل ما الفيديوهات بتاعت اليوتيوب دي متى بتزيد. يعني انت خدت بالك في اول فيديو كان فيديو واحد بيدينا 10000، لما بقيت ليفل 2 الفيديو بقى بيدينا 20000. فده مهم جدا جدا جدا. يعني ليفلك اول ما يزيد هتلاقي فيديوهات اليوتيوب دي بتديك ربح عالي جدا. فانت ممكن اصلا تاجلها لحد ما تبقى ليفل مثلا كويس، ليفل مثلا 20 ولا 30، وبعد كده تبدا تعمل الفيديوهات دي. يعني هتفرق معاك جدا جدا في البوت. فاللي هيساعدك في البدايه حته الكومبو، ان شاء الله يوميا هننزل الكومبو بتاع حرم وبتاع بومز على القناه بتاعتنا بتاعت التليجرام، فتاكد انت مشترك فيها. طبعا هتلاقي لينك بوت بومز وبوت حرم تحت في الديسكربشن، ولينك برده قناه التليجرام بتاعتنا اذا كانت الشات او الكبيره الاساسيه برده تحت في الديسكربشن. وبس كده، لو عندك اي مشاكل يا ريت تنورني هنا. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو القادم.